استمرار الحملة التي بدأها موقع بحري لكشف ممارسات النظام التي تمت أثناء سير العملية الانتخابية. كان لنا عدة لقاءات مع أبناء الدائرة بعد انتهاء العملية الانتخابية، وكان لنا هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ أحمد عزت أحد أبرز المرشحين عن الدائرة. والجدير بالذكر أن الأستاذ أحمد عزت كان مرشح الحزب الوطني عام 2005 عن مقعد العمال، ولكن بعد تغيير صفة الأستاذ أحمد عزت من عمال إلى فئات تمت الانتخابات كاملة بين 43 مرشح. الجدير بالذكر أن الأستاذ أحمد عزت 2005 حصل على أكثر من 3000 صوت، والغريب أن الأستاذ أحمد عزت بعد انتهاء العملية الانتخابية في 2008 لم يحصل إلا على 74 صوت. التقينا بالأستاذ أحمد عزت وكان لنا هذا الحوار وهذه الأسئلة. أستاذ أحمد عزت، احنا سمعنا قبل بداية العملية الانتخابية بأيام إن في لقاء جمع حضرتك وبعض أعضاء الحزب الوطني باسكندرية والسيد أحمد عز أمين التنظيم للضغط على بعض المرشحين للتنازل وترك الساحة للأستاذ آمر أبو هيف والسيد ناشد الملكي. إيه مدى صحة الكلام ده؟ الحقيقة هو الأستاذ أحمد عز، المهندس أحمد عز، جه هنا اسكندرية فعلا وعمل لقاء مع مرشحي الحزب الوطني، وده في المركز الثقافي اللي عند في شارع شريف، اللي هو الإبداع، مركز الإبداع. لكن أنا ما حضرتش هذا اللقاء. طيب، إيه رأي حضرتك في اليوم الانتخابي؟ هو حقيقة بقى مش يوم الانتخابي، يعني احنا نبتدي الحديث. أنا عضو في الحزب الوطني الديمقراطي، أنا عضو مجلس الشعب عن الدايرة دي على مدى 4 دورات كاملة، 78 83 83 87 2000 2005 2010 اللي هي دورة المهزلة الانتخابية التي لم تحدث ولم نرها على الإطلاق على مستوى اسكندرية عندنا، على الأقل بس نقول على مستوى الجمهورية. اليوم دوت شهد أحداث كتير، من ضمن الأحداث ديت إن الدايرة تقريبا اتحولت لسكنات عسكرية. كان النظام عايز يوصل رسالة لنا في اليوم دوت، ولا كان قصده إيه من الأمن المركزي اللي ملا بيه الدايرة؟ هو يعني انت اللي ترد على السؤال بتاعك ده، بس انا عايز قبل ما نقول هذا الكلام نقول ان انا كنت مرشح الحزب الوطني الديمقراطي في دورة 2005 عمال. تم الاعتراض على الصفة من بعض المرشحين، وصدر حكم من المحكمة الإدارية بتحويل الصفة من عمال إلى فئات. بعد كده عملنا استشكال في التنفيذ. فجأة كلمني الوزير صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني بالتليفون، وطلب مني ان انا اتوجه انا وآمر ابو هيف المرشح عن الفئات في 2005 ان نتوجه الى المحكمة، محكمة الاسكندرية، وسوف يستقبلنا هناك الدكتور سعيد الدقاق امين عام الحزب الوطني واحد السادة القضاة علشان نسحب الاستشكال، او بلاش نسحب، نتنازع عن الاستشكال في تنفيذ الحكم. تنازلنا عن الاستشكال، اوقفت الانتخابات على مدى 3 سنوات. اخيرا صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بناء على دعوى قضائية أقامتها جماعة الإخوان المسلمين في الإدارية العليا، وصدر الحكم خلال شهر يونيو 2008. ومضمون الحكم أن يعني بيقول الحكم تتم الانتخابات أو تجرى الانتخابات في الدائرة الثامنة محافظة الإسكندرية، دائرة المنشية والجمهور،